خدعوك فقالوا إن الأكل الصحي مكلف جدا. والحقيقة إن الجملة دي بتزعجني جدا. الأكل الغير صحي هو اللي مكلف. الشيبسي والبيبسي اللي بنجيبهم عمال على بطال واحنا اصلا ده مش اكل، اصلا ما بيشبعناش، ده مكلف. الاكل بتاع المطاعم اللي قالوه هات لي كذا وكذا وكذا ده بقى مكلف جدا جدا، بس طبعا بيبقى اريح. لكن الاكل الصحي ده انا هنزل وادور وهطبخ وهعمل حاجات كتيره فهيبقى متعب بالنسبه لي. لكن الاكل الصحي يا جماعه غير مكلف. هي ايه اصلا امثله الاكل الصحي اللي المفروض تكون موجوده عندي في البيت؟ اول حاجه البقوليات. بيوت كتيره جدا وقعت البقوليات من حساباتها. العدس، الفول، الفاصوليا، اللوبيا. البقوليات مصدر مهم جدا للبروتين النباتي، فيتامينات، معادن، الياف، فما ينفعش اوقع البقوليات. تاني حاجه منتجات الالبان، الخضار، الفاكهه، البيض. الحاجات دي مهمه واساسيه انها تبقى موجوده في البيت. واقول لكم على حاجه لطيفه دايما انا بحب اعملها. دايما اكتب لستة بالحاجات اللي انت عايزها بما يناسب امكانياتك وبما يناسب ميزانيتك، عشان عينيك ما تزوغش على حاجات بعد كده تكتشف ان انت مش محتاجها وترجع تقول ده انا صرفت قد كده. الاكل الصحي غير مكلف. نجيب فاكهه ان شاء الله حتى نوع فاكهه واحد، ويا ريت تكون فاكهه الموسم، فاكهه البلد، بلاش الفاكهه المستورده، بلاش الفاكهه بتاعت تشا من كوالالمبور والحاجات الغريبه اللي بنسمع عنها. لو احنا مثلا المكسرات مش هقول هاتوا عين جمل وهات لوز ومش عارف ايه، سوداني، شويه سوداني نرميهم في البيت. لو كل واحد بس خد حفنه سوداني في اليوم يبقى هو كده خد احتياجاته من المكسرات. فالاكل الصحي غير مكلف، الاكل بتاع بره هو اللي مكلف. وسؤال بقى حلقه النهارده، قولوا لي على 3 امثله للبقوليات من اللي انا ذكرتها في الفيديو.